تحت شعار الفرجة الشعبية حق للجميع أقيمت في العاصمة الجزائر فعاليات الأيام الوطنية الأولى لمسرح الشارع. وعلى مدار أسبوع كامل تفاعل الجمهور مع عروض المهرجان التي شملت عدة أعمال فنية مستوحاة من التراث الشعبي الجزائري. وقدمت فرقة مسرح الديك لمدينة سيدي بالعباس عرضين بعنوان المطوقس والقافلة تضمنا قصصا من التراث الشعبي الذي كان يتداول في الأسواق الشعبية. نشاهد. اسمعوني وفهموني. شكون فينا احنا اللي يقدر يخيط؟ خاطرنا خياطة. على بالي إحساسي وصلكم. على بالي. شفتوا اليوم شخصية معروفة عند المجتمع الجزائري اللي هي بابا سالم، ولكن أنا حاولت نصنع عرض بهذه الشخصية، يعني الإنسان اللي يبحث عن الآخر، يبحث عن الأخت، يبحث عن الأم، يبحث عن الزوجة، يبحث عن الطفلة الضائعة. هذا العرض يعني يعتمد بالأكثرية على النص صوفي شاعري، لأنه حتى شخصية بابا سالم، شخصية بامبارا، لما كان يجي ويدور في الأسواق كان يتكلم كلمات ما نفهموهاش. يعني حبيت نقول من خلال هذا الشيء المسرح، اللغة في المسرح هي مجرد وسيلة يعني يستعملها الفنان أو الممثل، يعني لو تاكس كان سو تاكس يعني. عندنا القوال وعندنا المداح وعندنا في افريقيا الجريو، يعني هذا من التراث الشعبي نتاعنا الجزائري والافريقي. يعني احنا يعني المسرح هو عباره على حوار، على الناس اللي يديروا المسرح يعرفوا شنو هو المسرح. يعني هذا هو النوع من المسرح نتاعنا، وحنا ما كناش في افريقيا ولا في الجزائر ما كناش نحتاجوا المسرح، خاطر احنا تاع الكلمه تاع الشعر. والشعب عنده الحق أنه يتذوق الأطباق الفنية التي تعرض خارج الإطار المغلق وخارج الفضاءات التقليدية. فالشارع كفضاء غير تقليدي هو ملاذ لمحبي الفن، محبي فنون الشارع وفنون الفرجة الحية، كالحكواتي، كمسرح الشارع، كعروض الفولكلور. فهذا الأهم بالنسبة لي، أنه يكون ثم مجال ومتسع لعابر السبيل أنه يلقى أطباق فنية نقولوا احنا متوفرة وغير مكلفة. يعطيكم الصحة، بارك الله فيكم اللي صبرتوا معنا. يعطيكم الصحة، كنتم مع عرض. وعن تفاصيل العروض التي قدمت في الأيام الوطنية الأولى لمسرح الشارع بالجزائر يحدثنا المدير الفني للمسرح الوطني الجزائري ومنظم الأيام الوطنية لمسرح الشارع. لنستمع. احنا اردنا ان تكون هذا البرنامج فيه يعني عده فرق على مستوى الوطني، وين اخترنا الهضاب العليا، اخترنا الشرق، الغرب، الوسط، يعني كل هذا باش يكون هناك ثراء في العروض التي تقدم في مسرح الشارع، لانه المبدع ابن بيئته وابن عصره. لذا كل المواضيع التي هنا في ساحه محمد توري كانت تخاطب تتحدث على الهويه، تتحدث على التراث الجزائري. لذا احنا شفنا كاين هناك فرقه من تيارت، فرقه من مسيله، فرقه من بلعباس، فرقه من تيزي وزو. يعني كل هذا عندهم عندها البيئه نتاعها والطبيعه نتاعها تاع العرض، سواء في الاكسسوارات او في اللباس تاعو او حتى المواضيع التي تقدم في المسرح الشارع. المسرح الشارع خاصة في الوقت الحالي له أهمية كبيرة، لأنه راح يكسر الروتين اليومي
المارين لانه عندما تشوف انه المارين كل واحد عنده همومه اليوميه، وعندما يرى عرض مسرحي فوق يعني في الشارع ربما هذاك العرض راح يكسر له من المشاكل اليوميه تاعه، من الجو السائد في داخله. إذا كما شاهدنا في الجزائر يخرج المسرح إلى الشارع ليخاطب المرأة بشكل مباشر ويستخدم أشكالا شعبية تقليدية. وللحديث أكثر عن مسرح الشارع وخصوصيته في الجزائر ينضم إلينا من الجزائر العاصمة المخرج والناقد المسرحي سيد أبو بكر سكيني. أهلا بك معنا في ضفاف. بداية سيد أبو بكر، يعني ما هي الخصائص الفريدة لمسرح الشارع مقارنة بأشكال المسرح الأخرى؟ وهل يمكن وصف مسرح الشارع بأنه عرض مسرحي محبوك على أساس درامي يشبه ما يقدم على خشبة المسرح؟ نعم، أولا تحية خالصة وصادقة إلى طاقم قناة العربي، موصولها بأصدقها إلى متابعي وأوفياء القناة. أكيد أن مسرح الشارع هو مسرح يعني يخلق الفرجة، كما هو كمثيل المسرح الذي يقام داخل العلبة الإيطالية. أولا مسرح الشارع نشأة سبق المسابقات التراجيدية، فقد كان في الشارع مع تيزيفيس ليتحول إلى داخل القاعة ويحصر ما بين جدرانها الثلاث. ثانيا مسرح الشارع هو مسرح يغلب عليه أنه في فضاء مفتوح، أنه عفوي وتفاعلي، لأنه يقترب من الجمهور ولا يؤمن بالحدود أو الأبعاد الثلاث. ثالثا أنه الجمهور هم جزء من العملية أو من العملية الفرجوية أو اللعبية في نفس الوقت. من بين أهم الخصائص لمسرح الشارع أنه يبنى كذلك على عناصر درامية، فيمكن أن نعيش قصة لها بداية ووسطا ونهاية، وفي الأخير تحاول أن تخلق لدى المتفرج الفرجة من خلال الحبكة التي يتم بنائها عبر مسارها الهرمي. من بين كذلك خصائص مسرح الشارع أنه يتعامل مع مختلف الفئات، فهو لا يفرق ما بين الفئات العمرية، نجد فئة الكبار إلى فئة الصغار، ويحاول أن يقحمهم داخل اللعبة المسرحية. هنا تكمن خصوصية مسرح الشارع. نعم. فيه خصائص درامية لكنه يحاول أن يكسر الجدار الرابع. نعم، وهذا الفرق يعني بين الرسالة التي يمكن نعم. أن يحملها العرض يعني في الشارع مقارنة بالعرض المسرحي التقليدي. لكن هل الشارع برأيك يوفر حرية أكبر ربما للتعبير عن الفكرة المراد إيصالها؟ أكيد يحاول أن يكون يعني للفكرة أكثر شساعة وأكثر مساحة للتعبير عنها، على أساس أن للشارع قصص وحكايات، فالمسرح في حينه مسرح الشارع يكون جزء من القصص والحكايات التي يعيشها الفرد في الشارع، بمعنى أن الحرية مفتوحة هنا. ثانيا أن الجمهور هو جمهور عشوائي، ليس مقيد بتذكرة وبالدخول وبموعد الدخول، فهو حر في أن يحضر أو لا يحضر، هنا الحرية تكمن كذلك. ثالثا أن المواضيع التي تثار، كثير من الأعمال المسرحية التي تثار في مسرح الشارع والتي عرفتها الساحة أو المشهد المسرحي الجزائري تتناول قضايا بكل جرأة. على غرار على سبيل المثال نذكر من بين المسرحيات حلم على ورق، وهي تتناول قضايا الشباب، كيف أنها تنكسر أحلامهم وتتبدد في واقع معاش يجبرهم على الهجرة الغير الشرعية. هناك من بين الأعمال التي تناولت قضية الصراع ما بين الإنسان والمدينة، بمعنى أن هناك قضايا وجودية، كيف يمكن المدينة أن تؤثر على الهوية وعناصر الهوية. هناك كثير من المواضيع التي كان فيها هامش الحرية عبر منصة مسرح الشارع، يعني أكبر مما هو موجود داخل العلبة، لأن فيها تفاعل مباشر مع الجمهور. يعني أنت سي أبو بكر معناتها أنت مع مبدأ خروج المسرح للجمهور. نعم. وهل هذا الخروج يعود حسب رأيك إلى عزوف الجمهور عن القاعات؟ لسببين اثنين. البيئة العربية وخاصة منها الجزائر
أنه اعتاد الجزائري المسرح هو مسرح أوروبي، أما مسرح الشارع فهو موجود في بذور التراث أو الممارسة الفرجوية الجزائرية على سبيل المثال، ضمن المنظومة العربية. يعني نجد أن الإقبال على العرض يعني هو الإقبال على العرض، لأنها عرفت العروض الشارع يعني في الأسواق وفي الساحات المفتوحة. هذا جزء، هذا عنصر. العنصر الثاني، نلاحظ حاليا أن هناك عزوف من الجمهور على قاعات العرض لأسباب ربما أسباب تكون مرتبطة بالبرنامج اليومي للمتفرج. ثانيا ربما التوقيت. ثالثا ربما عناصر أخرى، النقل وما إلى ذلك. يجد في مسرح الشارع يعني بالعكس يجده أنه متوفر مباشرة دون اللجوء إلى تلك الشروط، لأنه يجب هناك القدوم على القاعة. هناك ظروف مشروطة حتى يمكن الجمهور أنه يجلس في مكانه ويتابع العرض، لكن في الشارع فهو بكل عفوية. ثانيا لاحظنا أن في الشارع على سبيل المثال أنها فرصة يمكن استقطاب الجمهور وإلى خلق عدوى لدى الجمهور حتى ينتقل إلى داخل القاعة. يعني ربما جزء من إيجابيات هذه العروض نعم. التي تقام في الشارع. نعم. سيد أبو بكر، يعني أيضا يبدو أن مسرح الشارع في الجزائر كما شاهدنا مرتبط بالتراث الشعبي ويعيد ذكريات مثل القوال، المداح والحلقة، وهي أشكال تعبيرية معروفة في الجزائر. ما هي الروابط برأيك بين مسرح الشارع والفلكلور المحلي ودوره في إحياء التراث الشعبي الجزائري؟ أكيد هناك علاقة عضوية ما بين التراث الشعبي وما بين مسرح الشارع، والدليل على أن الشخصيات النمطية التي تم إقامها داخل مسرح الشارع على غرار القوال ويقابلها الحكواتي في المصطلح الدرامي حسب المعاجم، على سبيل المثال كذلك الحلايقي على سبيل المثال كذلك من بين الأسماء، أو كما يسمى بالجوال أو المغني الجوال. يعني هذه الشخصيات النمطية التي تم إقحامها من التراث الشعبي داخل المسرح الشارع، ولكن تم تطعيمها بعناصر الدراما. على سبيل المثال نذكر من بين العروض التي تم إنتاجها مؤخرا سنة 2022 عرض يحمل عنوان عطيل الغيار، وهي مأخوذة عن نص عالمي لشكسبير وهو نص عطيل، وتم توظيف فيه الحكواتي وتوظيف فيه كذلك القوال والحلايقي كذلك في هذا العرض، بمحاولة إلى مزج ما بين التراث الشعبي وما بين النصوص العالمية. على سبيل المثال نجد بعض الأعمال على سبيل المثال لمجة بنت السلطان، وهو مأخوذ من الحكي الشعبي، وهي قصة تحكي حول كما تسمى الأميرة النائمة. تم توظيف كذلك هذه القصة بتوظيف بعض العناصر الدرامية بحيث يتحول القصة أو المحكي الشعبي إلى بناء درامي محكم، يعني وفق ما هو متعامل عليه في الأعراف المسرحية. بمعنى عملية التوظيف في نفس الوقت هي عملية التراث الشعبي، هي عملية للصيانة وللحفاظ ولتوسيع انتشار ذلك التراث الشعبي. وكانت كذلك كثير من الأسماء التي حاولت أن توظف ذلك التراث الشعبي فيما يخص القوال أو الحكواتي داخل العروض داخل القاعة، مع كل من نعم. عبد الرحمن كاكي أو عبد القادر علولة، فحاولوا. طيب، بعيدا عن الجزائر، ينتشر مفهوم مسرح الشارع في الدول الغربية ولا يقتصر على العروض الأدائية الدرامية التي يتم تمثيلها هنا. عربيا ما زال هذا الفن ضعيفا برأيك؟ لماذا رغم أن التراث الشعبي الغني؟ يعني هذه يعتبر جزء من تأثير المدينة، يعني لأن المدينة أثرت على الإنسان، فتحول يعني الظروف المتسارعة التي يعيشها الإنسان، التكنولوجيا الحالية، ثانيا وسائل الإعلام التفاعلية المتوفرة حاليا. كل هذه الأشياء حالت دون أن يكون لعروض الشارع يعني وجود يعني دائم داخل الشارع، وارتبط بكثير من الأحيان بالمناسبات، فأضحى عروض الشارع هي مرتبطة بالمناسبات، وهذا تعتبر جزء يعني غير صحي، أو أنه مرتبط كذلك ببعض التظاهرات الفنية كجزء من الافتتاح أو الاختتام.
يعني بالعكس حان آن الأوان للدعوة إلى أنه كيف يمكن أن نحيي هذا التراث ونحوله إلى مادة كذلك استثمارية إن أمكن، ولما لا مادة تسويقية على سبيل المثال. فلا لا يمكن أن تفقد الأمة العربية أو الثقافة العربية جزء من هويتها المتمثل في هذه أشباه الفرجة الشعبية المتمثلة في عرض الشارع، والذي في كثير من الأحيان هو جزء من الهوية. فهو يحافظ عن اللهجات على سبيل المثال، يحافظ عن ذلك التراث. نعم. طيب إذا في هذا السياق سيد أبو بكر ومن قصص في هذا الموضوع، يعني كيف ترى إذا مستقبل مسرح الشارع عربيا وجزائريا بالخصوص، وما هي الخطوات التي ترى أنه ينبغي اتخاذها لتعزيز هذا الفن وجعله أكثر جماهيرية؟ باختصار من فضلك. أول مقياس للحفاظ على هذا النوع الفرجوي هو التكوين، يجب فتح مجالات للتكوين في هذا المجال. ثانيا الرعاية الرسمية من قبل الهيئات الرسمية. ثالثا تشجيع الشباب الموهوب على اقتحام هذا العالم. هذه أهم العناصر الأساسية التي يمكن بها الحفاظ عن هذا الموروث الشعبي. شكرا لك الأستاذ أبو بكر السكيني المخرج والناقد المسرحي. شكرا لك.